3 اخطاء بتدمر اي فيديو انت بتعمله مهما تعبت فيه، والاخيره كله بيعملها كده كده. اول غلطه حضرتك بتعملها وهي المسافه بينك وبين الخلفيه، اللي هو حضرتك بتلزق في الخلفيه او في الحيطه اللي وراك. اوعى تعمل كده، عشان حضرتك كده مفيش عمق في الصوره، الفيديو فلات يا برنس، ولا الكاميرا هتقدر تفصلك عن الباك جراوند، وكمان لون الحيطه او الخلفيه هيأثر على جسمك. ابعد شويه عن الخلفيه، على الاقل 1.5 متر، وما تعملش في نفسك كده. تاني غلطه ايه بقى؟ الصوت اهم عنصر في الفيديو، وحضرتك تروح تصور بالمايك الداخلي للموبايل او الكاميرا. المايك ده هيلم معاك صدى الحيطه، صوت المروحه، اي حركه حواليك. ايه الحل بقى؟ انك تشتري مايك خارجي، وعندك حلول كتير جدا بيبدا من 250 جنيه. اخر واكبر غلطه وهي انك انت بتصور على لمبات الاوضه او الاضاءه بتاع الغرفه، ودي كارثه. الاضاءه جايه من فوق، ظلال كتير على وشك، وده لانك ولا هتعرف تتحكم فيه، ولا تغير اتجاهه، ولا تغير قوته، ولا حتى تغير لونه. الحل ايه بقى؟ انك تشتري مصدر اضاءه خارجي. طيب مفيش ميزانيه؟ افتح شباك اوضتك، خلي الشمس تدخل، وصور على اضاءه الشمس من الشباك اللي موجود في اوضتك. طيب بقى لو لقيت الظلال حد على وشك من اضاءه الشمس، حط ستاره بيضاء على الشباك. قول لي بقى كنت بتعمل كام كارثه من الكوارث دي، وما تنساش تعمل ده.